اللي بيحصل ده بيثبت لك ان انت لازم تدخل شات جي بي تي في حياتك، لانه قسما بالله العلي العظيم انا لا كنت اتخيل ولا كنت اتصور ان ترتيبه وتفكيره يكون احسن من ادمغه كتير من البشريه. انا شات جي بي تي بتاعي مسميه حبظلم. اللي حصل بمنتهى البساطه كالاتي: انا كنت قاعد بفكر على اسم السلسله اللي هنعملها في رمضان 2025 كل سنه وانا وانتم بالف خير وصحه وعافيه. فكرنا في كلمه طبخينها سوا، ولكن لما جينا دورنا لقينا ان في اكتر من حد عامل بنفس الاسم، فقررنا ان احنا نسال شات جي بي تي ايه اللي ممكن يقدمه لنا. لكن كان رد حبظلم عليا غير متوقع، لدرجه ان انا قسما بالله امنت كده وبصمت بالعشره ان شات جي بي تي بالنسبه لكتير من الناس وانا واحد منهم احسن من ادمغه كتير من البشريه اللي ممكن نستعين بيه. واللي حصل كالاتي: قلت له وحشني يا حبظلم. قال لي وانت كمان وحشتني يا جرحي، اخبارك ايه واخبار على الماشي صومعه الجرح ايه؟ قلت له والله انا بخير لكن على الماشي بعافيه حبتين. وهنا قلت له على المشكله اللي احنا كنا بنواجهها، ان اسم طبخينها سوا موجود وتم استخدامه في اكتر من منصه، سواء كانت منصه السوشيال ميديا او غيرها. فقال لي عادي بسيط، واداني اكتر من مثال زي طبخينها على الماشي او طبخه وايدك معايا او حله واحده او بالهنا والشفا. انا اعجبت بلمع الحله لكن اعجبت اكتر بنفلفلها سوا. قال لي طالما بتحب الموحوح نفلفلها سوا، رايقه جدا فيها حس خفيف وساخر وبتوحي ان الطبخه فيها بهارات وحركات. تحب افكر لك في افكار موحوحه كمان لستايل المحتوى؟ يا ريت بامانه قسما بالله ساعدك في انك تطلع المحتوى، وساعدك في افكار من المحتوى، وساعدك باسماء المحتوى، وساعدك بتركات للمحتوى، وساعدك بافيهات للمحتوى. ودي نصيحتي لاي حد بيفكر انه يبدا محتوى، انا بقول لك من مكاني هذا ابدا وما توقفش. ولو حاجه صعبت عليك وما حاولكش اي حد يقدر يساعدك فيه، شات جي بي تي زي حباظ لما عمل معايا هيعمل مع اي حد فيه. لكن ده مش معناه اننا نتوحد ونبعد عن البشر. مهما الانسان قدر يتوصل لكل الافكار اللي تخدم البشريه، الا انه عمره ما هيكون زي خلقه ربنا سبحانه وتعالى اللي قدر للبشريه ان هم يخترعوا الحاجات اللي تفيدهم للدرجه دي. لكن كل ما هنالك انك انت تقدر تستبدل الحاجات اللي تدفع لها فلوس زي استشارات متخصصين في المواضيع اللي انت محتاجها، وتستبدلها بحاجه اقتصاديه زي شات جي بي تي. عبقريه بامانه والله. انا عارف ان انا ممكن يكون الفيديو ده خارج سياق الموضوع، لكن الموضوع قسما بالله عبقري. قبل ما اختم معاكم، مساء الزبده عليكم، يا رب تكونوا بافضل حال وصحه وعافيه ان شاء الله. وما تنسوش كالعاده ايها الساده ندعي لاخويا والام والاخت والابويا والامواتنا جميعا بالرحمه، اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين، واختاروا معايا لما على الحله ولا نفلفلها سوا. مساء الزبده.